الله. الله على صباع المحشي بتاعنا بقى. الله. مم. تفتكروا السر في ايه؟ في الخلطة. تعالى اقولك عليها بسرعة. وتركاية بسيطة جدا علشان تخلي المحشي بتاعك يجيب اخر الدنيا طعم بقى بجد تحفة. يا رب اللي تحط اللايك وتعمل متابعة يكبر بخاطرها ويسعدها في ولادها وتزور بيت سيدنا النبي صلى على رسول الله. جيبي الحلة بتاعتك وحطي فيها معلقتين 2 كبار من الزيت على معلقتين 2 كبار من السمنة، وده على حسب الرز اللي هتعمليه. احنا هنعمل معاكم 2 كيلو من الرز. هنحط عليهم بصلتين 2 كبار مبشورين مفرومين ناعم، وبعد كده يتشوحوا تشويحتين لحد ما يتبلوا. بس معايا انا مش عايزاهم يصفروا ولا يحمروا خالص، يا دوبك يتبلوا ويبداوا يخشوا في الاصفرار بسيط. واحط عليهم قرن فلفل اخضر مفروم وقرن شطه برده حامي، ادبلهم برده مع بعض كده حبه، وبعد كده اضيف عليهم الطماطم. كل كيلو من الرز بياخد معاهم كيلو من الطماطم، تمام كده، ومعلقه سكر، وهحدقه بقى بالملح كده. خلاص كده تمام. اسيبهم بقى لحد ما يغلوا معايا وتسبكوا كده تماما لحد ما الاقي الماده الدهنيه نطرت كده على وش الطماطم. عندي بقى الخضره هنا يكون غسلاها كويس جدا وهي بعدنها كده، احطها في طبق بلاستيك كبير لحد ما تتغسل معايا كويس، وبعد كده احطها في مصفى الصفه واخرطها ناعم جدا زي ما انتم شايفين كده. ابص على الطماطم بقى واسيبها لحد ما تتسبك معايا خالص وتنطر الماده الدهنيه على الوش زي ما انتم شايفين كده. الخطوه اللي بعد كده بقى ببدا اتبل هنا. انا ما بحطش توابل خالص والخلطه بتستوي على البوتاجاز، تمام. بحط معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من الكزبره الجافه، ودي التوابل بتاعتنا بقى اللي هتخلي ريحه المحشي تجيب اخر الدنيا. بلاش تافوروا في المحشي وتحطوا توابل كتير علشان ما تضيعوش طعم المحشي. بعد كده هنضيف الرز يكونوا غاسلينه كويس جدا ومصفيينه، وبعد كده بنضيف عليه الخضره مخرطينها ناعم جدا، وكتروا كمان في الخضره بتخلي طعم المحشي حلو قوي، كزبره وبقدونس وشبت، تمام. بخلط بقى كل الخلطه بتاعتي دي كويس جدا علشان تخلي الخلطه بتاعت الرز بتاعت المحشي حمرا معاكي. كل كيلو من الرز بياخد كيلو من الطماطم. خلاص كده تمام. والماده الدهنيه هياخد 100 جرام سمنه على زيت علشان يلمع معاكي والرز يطلع مفلفل كده وحلو. خلاص. هوريكم بقى ده للبنات اللي اول مره تعمل المحشي وعايزه تعرف الخلطه بتاعته، تمام. بصوا والله العظيم عايزه اقول لكم الريحه جايبه لاخر الدنيا من قبل محشي. بسم الله ما شاء الله. لما تيجي تجيبي الكرنب تجيبي الكرنبايه اللي هي لا خضره قوي ولا هي بيضه قوي، علشان خليها يعني لون اخضر فاتح، علشان تبقى طعمها مسكر معاكي، ونقاها برضو لا معرقه قوي ولا هي ناعمه قوي، خليكي في الوسط كده. كل حاجه فيها خير الامور الوسط. تعالوا بقى بنحط صباع المحشي، نحط فيه في قيمه معلقه رز كده. املي صباع المحشي يملى العين كده، تاكلوا الصباع بسم الله ما شاء الله كده. بصوا الصباع بتلفيه وتبرميه قوي. بحطه في ايدي اهو، لا بيتحرك ولا بيتفك ولا اي حاجه. اهم حاجه تكوني بتبرمي صباع المحشي بتاعك كويس جدا. وده للبنات اللي عايزه تتعلم طريقه المحشي، علشان انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين وهتقولوا لي احنا بنعمل الخلطه كده يا شيماء، وفي بعض ناس ما بتعملش الخلطه زي ما بنعملها كده، ولا بتلف صباع المحشي قوي كده، بتبقى الصباع معاها مرهرط. بصوا مش مهم الصباع اذا كان تخين او رقيق او رفيع. بصوا بقى اهم حاجه تملوا صباع المحشي كده يملى العين. اهم حاجه في المحشي الخلطه بتاعته اللي تجيب اخر الدنيا. بلاش تافوروا في التوابل كتير علشان يطلع المحشي بتاعكم طعمه حلو. تعالوا بصوا بقى انا برص ازاي. انا برص كده سطر كده، وهعكس بقى اللمه التانيه السطر التاني. يعني بعد ما خلصت كده ورا بعضه، انا مش بلفها داير داير، علشان انا هعمل سطر وعكس وكده زي ما انتوا شايفين. ليه؟ علشان لما اجي اسقيها بالشوربه تخش معايا في الفراغات دي وتبقى سهله معايا ان هي تخش وما هزش في الحله كتير، تمام. ويطلع كمان معايا مستوي من كل الجوانب. خلاص كده تمام. هخلص دلوقتي وهوريكم الصف اللي انا عملته يكون معانا عكس عكاس. يعني اعمل سطر كده واعكس السطر التاني من اللمه التانيه، يعني عكسه، تمام زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما بخلص لف المحشي واخلص خالص، ما ينفعش بقى ان انا املى الحله للاخر. ليه؟ علشان المحشي يستوي معايا من كل الجوانب. اسيب في قيمه كده 3 سنتي زي ما انتم شايفين كده، واقل من كده بشويه. عندي بقى الشوربه، شوربة بط، شوربة لحمة، اللي انت عايزة تعملي بيه اعملي. انا عن نفسي بموت في شوربة اللحمة، بتخلي الكرنب حلو قوي مع شوية بهاريس كده حاجة كده من الاخر. تعالوا بقى لما نسقي المحشي بتاعنا بالشوربة لازم نسيب السطر اللي على الوش باين، يعني لحد نصه كده.
يعني ما يكونش الشوربه باينه خالص من فوق، بتبقى في نص السطر الفوقاني في نصه زي ما هوريكم دلوقتي كده. وبهزها هزتين لحد ما تشرب، واحطها بقى على البوتاجاز اغطيها كويس جدا. عايزه تحطي ورقتين على الوش كده علشان الرز ما يطلعش منك كده وانت بتهزيها، او كمان لما بيجي يغلي من على البوتاجاز الرز ما يفرطش زي ما انتم شايفين كده. ده لو انت حابه تحط الورق علشان يحميه كده، تمام، يغلي. وبعد كده بهدي عليه شويه، وبعد ما يشرب زي ما انتم شايفين كده ابدا اهدي النار عليه خالص. وبعد كده بقى تتفرجي على جمال المحشي. عايزه اقول لكم قسما بالله شويه محشي هتحلفي بيه. بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى اوريكم كده. عايزه اقول لكم ان انا عملت المحشي وشم ريحته تاني. بسم الله ما شاء الله. ده للبنات الحلوين، بلاش تافوروا في الخلطه بتاعتكم وانتوا بتتبلوها. مفيش اكتر من الفلفل الاسود والكمون والكزبره الجافه اللي هي الناشفه، تمام. وكتري في الخضره بتاعتك اللي هي الشبت والكزبره والبقدونس، هتاخدي احلى طعم في الخلطه بتاعت المحشي. صلوا على رسول الله واعملوا شير، واشوفكم على خير وفي امان الله.